الديانة المصرية القديمة عبارة عن مجموعة من العقائد. العقائد دي انبثقت من الأفكار والممارسات السحرية للعصور السابقة وما صاحبها من أساطير. يبقى ما تجمع من ثقافة في العصر الحجري الحديث في المراكز العمرانية المختلفة انتقل للعصور التاريخية. والثقافة العتيقة دي كانت متمحورة حوالين عبادة الأسلاف، وأرواح الأسلاف كانت هي القوى الماورائية اللي بيستعينوا بيها لجلب الخير وصد الشر. بس الأرواح دي ممكن تبقى مؤذية برضو، تمنع الخير وتجلب الشر. ده حتى الظواهر الطبيعية زي المطر والعواصف والزلازل ما هي إلا أمور بتتحكم فيها الأرواح. يبقى الأرواح دي الإنسان محتاج يتودد لها ويسترضيها، بس برضو أحيانا هيحتاج يزجرها ويخوفها. طيب يسترضيها ماشي، لكن يخوفها ازاي وهو كائن ضعيف وأصلا خايف منها؟ والإجابة هي بالسحر. ليه؟ لأن بالسحر بيرتفع الإنسان من كائن ضعيف خايف لكائن مكافئ للأرواح في القوة. ازاي ده بيحصل؟ من خلال تهديد نقط ضعفها اللي هو متصور انه عارفها. هو دي تعود على الشامان أو ساحر القبيلة. وبالانتقال من السحر للدين، يعني ما بقتش الأرواح بس هي المهيمنة على قوى الطبيعة ومصائر البشر، بقى في آلهة إيدهم طايلة ويقدروا يسخروا الأرواح لخدمة أو إيذاء البشر، أحياء وأموات كمان. الإنسان هيتواصل ويتفاهم مع الآلهة دي إزاي عشان يقول لهم هو عاوز إيه وخايف من إيه وكده. يعني الإنسان هيعمل ده من خلال أفعال العبادة اللي هي الطقوس والشعائر. يعني هو قاعد يفكر وابتكر تلاوات وأفعال وعملهم طقوس وشعائر؟ الحقيقة لا، هو بس شذب وهذب طقوسه السحرية القديمة وتعازيمه وتعاويذه وحولها لعبادات. وزي السحر بالظبط بقت العبادات دي بترتفع بالإنسان إلى منزلة تسمح له بطلب أو حتى فرض طلباته عليها. وفضلت العبادات زي السحر بتتكون من تراتيل وأفعال. ليه؟ لأن التراتيل هي اللي بتفعل القوى الكامنة في الأفعال. ومن هنا بنفهم ليه المصري القديم أطلق على لغته اسم ميدو نتر، يعني كلام الإله. وكان في مبدأ عام في اللاهوت، وهو إن السرية بتساوي القداسة. جا منين المبدأ ده؟ الحقيقة هو ما بدعهوش، هو ورثه من أسلافه في العصور السحيقة. الساحر لما كان يعمل طقوس على درجة عالية من الأهمية كان بيستتر في عمق الكهف، والكهوف كانت في عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية هي بوابة العالم الماورائي، هي الكوبري بين العالمين، عالم الأحياء وعالم الأموات. والرسوم وطبعات الكفوف اللي عثر عليها على جدران الكهوف ما هي إلا جزء من طقوس سحرية كانت بتقام هناك. في العصور دي الحياة كانت غاية في الصعوبة، وما كانش فيه حاجة اسمها فن للفن، لكن كان فيه فن بيتم توظيفه في أغراض نفعية. ومع الزمن الكهف بقى قدس أقداس، ومن فجوة في عمق الجبل لحجرة مظلمة في جوف المعبد. يبقى الأسرار هي وعاء الحقيقة، والحقيقة مش مشاع، والاقتراب منها منازل ودرجات لغاية لما نوصل للحقيقة الكاملة من وجهة نظر المصري القديم طبعا. ودي حكر على الملك والكاهن الأكبر اللي بينوب عنه. وبكده بنعرف إن الملك هو الكاهن الأول لكل الآلهة، وبندرك إن مصر القديمة كانت طبقية بالمعنى الحرفي للكلمة في كل شيء، من الماديات للمعنويات، في الحياة الدنيا وفي حياة العالم الآخر. طبقية هرمية قمتها دايما هو الملك، والطبقية دي كانت قانون عام مقبول من الجميع باعتبار ان دي طبيعة الاشياء اللي ارتضتها الآلهة، وهي جوهر الماعز. والتمرد عليها بيهدد الكون كله بالدمار والعودة للمربع صفر قبل الخلق، ظلام، سكون، صمت. وبمرور الزمن الإنسان حياته بتتطور وبينسى أصل الأشياء، بينسى هو كان بيعمل الحاجة الفلانية دي ليه تحديدا، لكنه بيبقى متأكد إنه طالما أسلافه عملوها
وحافظوا عليها لغاية لما وصلت له جيل ورا جيل، يبقى أكيد هي مهمة ومفيدة. فيبدأ يحط تفاسير ويضمن تفسيراته جوه أساطير، والأساطير يبقى فيه أعياد مرتبطة بإحياء ذكرى أحداثها، ومع الوقت بيتراكم ركام مهول من النصوص والأساطير والشعائر. والأساطير بتتميز بأنها مرنة، بتاخد وتدي مع مستجدات السياسة والمجتمع، فيقوم الكهنة بتنقيحها وصقلها حسب ما تقتضي الظروف. وبكده تعتبر الفكرة والأسطورة والشعيرة منظومة سحرية متكاملة. وبالانتقال من عبادة الأرواح لعبادة الآلهة، الزعيم بقى ملك، والملك بقى هو التجسد البشري للإله. وبعد كل التطور ده، المصري القديم لم يتخلى عن عبادة الموتى، لكن أعاد اللاهوت صياغتها، وبقت فكرة البعث والخلود بتوحد أرواح الأموات وتدمجها بأرواح الآلهة. ليه؟ عشان تنال الخلود، واخد بالك معايا؟ بشرط يتم تبرئتهم وإلحاقهم بالأبرار. وبكده أرواحهم هتعبد من خلال عبادة الآلهة، وحينوبها من الحب جانب في القرابين والنذور والدعوات. وكل ده حصل قبل عصر الأسرات، يعني في عصور ما قبل التاريخ. وبناء على ما سبق، تبقى النار كانت روح ضمن الأرواح. والأرواح دي في منها اللي البلية لعبت معاه وبقى من الآلهة، وفي اللي فضل روح هائمة في عالم الأرواح. النار كانت من الأرواح اللي انتقلت إلى مرتبة الآلهة، وتحولت إلى إله في أماكن وإلى إلهة في أماكن أخرى، وكل مقاطعة عملت لها لاهوت، أسطورة وطقوس، تجليات كتير لجوهر واحد. وحنلاقي كلمة روح با من ضمن طرق كتابتها بعلامة النار الشعلة، ما هي اللغة مرآة الفكر. وبكده نكون وصلنا للكونكلوجن الأول: المصري القديم جعل للنار آلهة وبالتالي عبدها. نحكي بقى حكايتها. امتى عرف المصري القديم النار؟ بمعنى امتى قدر يشعلها؟ ده سؤال صعب الحقيقة، مفيش إجابة محددة أكيدة، لكن الأرجح إن المصري القديم عرف النار قبل ما يستقر في الوادي، لما كان عايش في الغابة في العصور المطيرة. وأقدم آثار معروفة حتى الآن لاستخدام المصري القديم للنار في وادي النيل هي آثار مواقع الحضارة السبيلية، نسبة لقرية محلة سبيل في كومومبو، واللي بترجع للعصر الحجري القديم الأعلى. لكن المدهش إن مفيش في الميثولوجيا المصرية أسطورة بتقول لنا إزاي حصل المصري القديم على النار، فيما نعلم مما وصلنا من المتون المصرية القديمة حتى الآن يعني. مع إن باقي الشعوب زي الإغريق مثلا والقبائل البدائية في كل قارات العالم بلا استثناء كان عندهم أساطير بتحكي بشكل أسطوري خارق إزاي عرف الإنسان النار وإزاي حصل عليها وعرف سر إشعالها. الأساطير دي جمع جزء كبير منها الأستاذ جيمس فريزر في كتابه الممتع أساطير في أصل النار. مين بقى آلهة النار في مصر القديمة؟ خلونا نفكك المعلومات اللي نعرفها ونشوف. احنا نعرف انه كان في إلهة من عصور ما قبل الأسرات اسمها نسرت، ومعنى اسمها ذات اللهب. الإلهة دي اندثرت في العصور التاريخية، وبقى التجسيد الإلهي للنار هو عين رع، وعين رع هي بنته. طيب ليه مش ابنه؟ ببساطة لأن كلمة عين باللغة المصرية القديمة كلمة مؤنثة إرت، وبعدين ما هي اللغة من ابتكار الإله جحوتي، فهو أدرى بجنس كل شيء وضع له اسم، فلما يقول العين مؤنث تبقى مؤنث. حلو، مين بقى بنت رع؟ لحظة، نعرف الأول هو خلقها ازاي وإمتى. ودي بقى تبقى أسطورة الخلق لمدينة إيون اللي سماها الإغريق هيليوبوليس. الأسطورة دي عرفناها من متون الأهرام.
الأسطورة بتقول إنه كان يا مكان في سالف العصر والأوان كان الكون عبارة عن لجة من الماء، بحر مهول سماه علماء المصريات المحيط الأزلي، وسماه المصري القديم نون. نون ده عبارة عن مياه بلا قاع ولا سطح، يشملها ظلام دامس وسكون تام وصمت مطبق. وفي جوف المية دي كانت تكمن قوى القدرة والخلق، ولما جت اللحظة المرصودة القوة دي نشطت واندمجت وتشكلت بقدرتها الذاتية وبقى التعبان ده بدأ يسبح، فانتهى السكون ووصل للسطح ونط براه فتحول لطائر. والمصري القديم سمى الطائر ده بنو، والطائر ده رفرف وصرخ فانتهى الصمت. دور على مكان يحط عليه ملقاش فتحول هو لتل على شكل هرم. علماء المصريات سموا التل ده التل الأزلي، والمصري القديم سماه بن بن. البن بن بقى هو إله الشمس، آتوم اللي تجلى فانتهى الظلام، وآتوم يعني التام أي آتوم. عندما جئت إلى الوجود خرجت في صورة تل عال، وأشرقت في هيئة حجر البمبم في معبد البينو في إيون. أيها الموجود الذي خرج إلى الوجود من ذاته، سموت باسمك التل العالي بمبم، وجئت إلى الوجود باسمك خبري. آتوم ما ضيعش وقت، كان لازم يبدأ فورا فعل الخلق بأنه أمسك بعضو الذكري، ولما بلغ النشوة أسقط منيو في فمه ثم زفر فتجسد ابنه شو. وشو هو رب الهوى، الفراغ اللي هيملى المساحة بين السماء والأرض. المساحة دي هي مملكته، ما هو جه من نفخة، ولأن الفراغ ده في وقت النهار بيبقى منور اعتبر شو برضو رب النور. طيب رمز شو ايه؟ اسمه بيتكتب ازاي يعني؟ رمزه هو الريشة، وهي برضو علامة كتابة اسمه. اشمعنى الريشة يعني؟ ما هي الريشة بتطير في الهوا، وهي وسيلة الاستدلال على وجوده الغير مرئي، يبقى مش كل ريشة تبقى ماعن. نرجع للحاج آتوم اللي هيبصق فتتجسد ست الكل بنته تفنوت. تفنوت دي بقى حكاية كبيرة قوي. بص معايا كده على علامة كتابة اسمها. أيوة بالظبط، هو المعنى اللي وصل لحضرتك. تفنوت بصاق السماء يعني المطر. يبقى يا صديقي كلمة تف كلمة مصرية قديمة تحمل نفس المعنى. تف من بقك، تف على عمو يا حبيبي، ابقى تف على قبري لو فلحت كده يعني. يبقى تفنوت هي ربة المطر. فين بقى النار حضرتك؟ ثواني بس، هو مش المطر بيكون مصحوب ببرق ورعد؟ والبرق أحيانا بيسبب صواعق وحرايق. مش الحرايق اللي سببها البرق كانت هي السبب في معرفة الإنسان اللي كان عايش في الغابة للنار؟ والذكرى البعيدة دي فضلت في الذاكرة الجمعية للقوم لغاية لما جاء أونطجي موهوب وعمل منها أسطورة. يعني تفنوت هي بنت رع صات رع، وبنت رع هي عينه قرت رع. وعين رع هي جمرة النار ولهبها. ايه ده يعني تفنوت نار ومية في نفس الوقت، الاتنين مع بعض؟ ايوه. طيب ما هي تفنوت كده تبقى ست متقلبة المزاج يعني وخطيرة. اي نعم، فهي لما تبقى رايقة تبقى قطة، ولما تغضب تبقى لبقة، ولما تبقى في وضع الاستعداد للهجوم دفاعا عن الملك تبقى حية كبرى منتصبة، تبقى الصل الملكي على جبين الملك، ويبقى اسمها نسرت ذات اللهب، أو ممكن نمشيها أم لهب. فاكرين الإلهة اللي كان اسمها نسرت قبل عصر الأسرات واللي اندثرت؟ المصري القديم استرجعها وعينها حامية للملك وجسدها في شكل حية، والملك من نعوته سارع، وسارع هو شو يعني ابن رع، وابن رع هو شو، يبقى الملك تجسيد بشري للإله شو. وثواني
هو مش الملك هو التجسيد البشري لحورس بن إزيس ووريث عرش أوزير؟ أيوة مظبوط. طيب إيه يا صديقي العزيز، مش اتفقنا إن دي أمور من شأن الوجدان مش المنطق؟ من منظور المصري القديم ما كانش فيه تعارض، والكهنة ظبطوا الأمور بعمل تمازج بين العقيدة الشمسية وعقيدة أوزير، فزتنا في دقيقنا يعني. وفي الحلقات الجاية هنعرف إزاي عملوا التخريجة دي. يبقى يا صديقي كل الإلهات اللي بياخدوا شكل قطة، فهدة، لبؤة، كبرى هم إلهات للنار. وتفنود هي سخمت، وهي بستت، وهي مفدت، وواجت، ونخبت، وباخت، وسخت، وحتحور كمان، وغيرهم كتير، بل وإيزيس بذات نفسها أحيانا. كل دول صور لجوهر واحد. طيب ليه التعدد اللي يلخفن ده؟ ما كانوا يتفقوا على واحدة منهم ويلغوا الباقي؟ لو سألت السؤال ده تبقى مش مذاكر الحلقة اللي فاتت. مش احنا اتفقنا ان مصر القديمة كانت جزر عمرانية تم توحيدها في كيان سياسي واحد تحت حكم سلطة مركزية بعمل عسكري وبدون إجماع حضاري أو ثقافي؟ يبقى كل حاجة كان فيه منها نسخة رسمية بتتغير بتغير الأسرة الحاكمة، وكان في نسخ متعددة محلية في كل تجمع عمراني، وكان في قبول وتسامح لهذا التعدد الثقافي. وهنلاقي مزاريب المعابد في الصعيد على شكل راس أسد. ليه؟ ما هو المطر بساق الإلهة تفنود، وفي الصعيد المطر بيسبب سيول، والسيول مؤذية مخربة، والمطر أصلا محدش محتاجه لأن النيل هو مصدر المية للزراعة وكل نشاطات الحياة، وطالما مؤذي يبقى لازم له تعويذة تمنع شر، والتعويذة هي مزراب المعبد اللي على شكل أسد، فلما تمر المية من خلاله تتفلتر من الشر وتبقى شيء إلهي مفعم بالبركة. فيقوم الكهنة يجمعوا المية المفلترة دي في جرار كبيرة بيحطوها تحت المزاريب ويبيعوها لطالب البركة والشفاء والخصوبة، وكله يبقى مبسوط. ومن كتر ما بصاق الآلهة ده شيء خطير، هتلاقي فيه أسطورة بتقولك إن الثعبان عبب الشر المطلق وعدو إله الشمس اللدود اتخلق من تفة الربانيت في مياه نون. الربانيت دي حدوتة كبيرة هنبقى نحكي عنها قريبا إن شاء الله. ولأن اللغة هي مراية الفكر، هنلاقي كلمة إيجيب بمعنى غيمة وبمعنى فيضان بتتكتب بعلامات هيروغليفية منها مجمرة النار، يعني السجلات الجينية كانت لسه محتفظة بارتباط المية الكتير والأمطار بحدوث صواعق وحرائق من أيام الغابة. وهنا أحب أقول إن رأي الأستاذ بروكش اللي قال إن كلمة إيجيبت هي تصحيف يوناني لعبارة حوت كا بتاح اللي هو اسم معبد لبتاح في منف، الرأي ده عفى عليه الزمن. ودلوقت في رأي له وجهته الحقيقة، بيقول إن إيجيبت هو الاسم اللي أطلقه الإغريق على مصر وجه من الكلمة إيجيب، وتبقى إيجيبت حرفيا أرض الفيضان. وأخيرا يا رفاق، أتوم لعب في الأسطورة دور إله خنثى مزدوج الجنس يغلب عليه سمات الذكورة، فهل هو الإله الوحيد اللي أخذ الصفة دي؟ هل في إلهات مزدوج الجنس؟ وهل الفكرة دي لها أصل في العصور السحيقة؟ وليه أصلا يبقى في آلهة مزدوج الجنس؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية. فوتكم بعافية.